عايز كلمه من كل واحد فيكم على مستوى امام عاشور. هبتدي بيك كابتن بشير. هو لعيب امكانياته هايله جدا 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 يعني، لكن هو لسه برضو ما طلعش اللي عنده، او ما طلعش اللي الضجه معمول عليه لغايه دلوقتي، بس هو عنده. ولو فضل ماشي كده اكيد هنشوفه في حته ثانيه خالص يعني. كابتن محمود. انا يعني من وجهه نظري لو اشتغل على نفسه شويه او مدرب اشتغل عليه شويه يبقى دي بروين الكره المصريه. انا اتوقع له كده، بوكس تو بوكس هايل، بيغطي كل حته في الملعب، لعيب عنده امكانيات روعه. انا بقول ممكن ستايل دي بروين. دي بروين الكره المصريه في المستقبل. كابتن هادي. هو لعيب مميز، عنده اداء الحركي بتاعه سريع جدا، عنده قوه رد فعل عاليه جدا، الانطلاقه الاولانيه بالكوره، بيتحرك بيمينه وبشماله، عنده قدره ان هو يعمل تواصل مع زمايله في الملعب، اسيست كويس، بيعرف يجيب اهداف في الناحيه الدفاعيه والهجوميه مميز. فطبعا لعيب شامل ومتكامل بشكل كويس جدا. محتاج بقى ان هو يبقى دايما كده مركز في الملعب بس، ما يفكرش في حاجه تاني بره الملعب. في لعيبه كده لما تفكر بره الملعب تتوه. صح. فهو احنا عايزين نحافظ عليه. انت بتأدي كويس وادائك مميز، استمر بس. لعيب اوروبا يا كابتن وخلاص. عشان مشي من الزمالك. لعيب اوروبي. لا خالص يا كابتن والله، هو مش الزمالك اصلا ما دخلش في موضوع امام عاشور يا جدعان. في ايه؟ ما دخلش فيه خالص موضوع امام عاشور. طب هو ما دخلش فيه؟ لا هو ما كانش فيه اصلا، ما فيش دخلوا فيه. النادي الاهلي راح جابه وخلاص، والنادي الزمالك ما بعتش حتى فاكس ولا حاجه عشان ما كانش فيه جنيه. هيعمل ايه؟ فالزمالك يعني مش طرف خالص. كابتن مش عايز يعترف ان يعني الزمالك خسروا. لا خسروا طبعا. بس رد على كابتن بشير. يعني انت بايعه ب3 ولا 4 مليون دولار. بايعه لمين؟ في بره الميتلاند. لا مش الميتلاند، لا الشركه الاول. ما بقاش فيه جنيه. يعني انت لسه بايعه، ده راجل ما كملش شهرين ولا جديد. هو الراجل قعد سنتين، ده راجل قعد شهرين. وقعد قد ايه في نادي الزمالك بقى بعد الشهرين؟ يعني يتعالج شهر يعني قدامهم. يتعالج. ما بعتوش ورقه، ما بعتوش ورقه ان هم عايزينه عشان ما كانش فيه فلوس في النادي. اوكي لما اتفق معاك مليون في المية، لكن لعيب مهم جدا يعني ما تقدرش طبعا. لا ما اصلا مهيب لما كان بيلعب في الزمالك. حتى انا قايل الكلام ده بره واحنا مع بعض. لعيب بياخد مبلغ قليل جدا جدا في نادي الزمالك، ويجي عليه لعيب في نفس مركزه زكريا الوردي جاي عليه بمليون دولار، ولاعب بياخد ما يكملش 2 مليون جنيه. نفسيته تبقى عامله ازاي؟ احنا قلنا فاهم الفكره؟ فاهم اصل حضرتك يعني مقتنع معايا بالكلام ده؟ لا الكلام ده مليون في المية. لا طبعا. فاللعيب الزمالك خسروا طبعا بنسبه. لا دي طبعا ما حدش ينكر حاجه زي كده. بس طيب عايز اقول القائمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاهلاويه في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ ما تنسوناش بلايك، بارك الله فيكم. امام عاشور لعيب متكامل، امكانياته عاليه وكبيره جدا، وده اللي هيجنن كل الزملكاويه من صفقه امام عاشور. وعشان كده طول الوقت فيه هجوم اعلامي ممنهج على امام عاشور وعلى النادي الاهلي بعد صفقه امام عاشور وانتقاله للنادي الاهلي نتيجه عجز نادي الزمالك عن ارجاعه من نادي ميتلاند الدنمارك. لكن امام عاشور لعيب قوي جدا، وهيبقى حاجه كبيره جدا في النادي الاهلي. بس زي ما قال هادي خشبه، الكابتن الكبير هادي خشبه، انه امام عاشور لازم يركز في الملعب بس، ملوش دعوه بالسوشيال ميديا ولا بكل الهجوم المنظم والمنهج اللي عليه، ويركز بس في الملعب، ويركز بس انه جه النادي الاهلي عشان يعمل لنفسه تاريخ، وتاريخ هيبقى كبير جدا باذن الله. توقعاتنا لامام عاشور انه هيبقى اسطوره من اساطير النادي الاهلي، شريطه انه يركز داخل الملعب بس، ويتفانى في خدمه الفانيلا والتيشيرت اللي هو لابسه، التيشيرت القوي جدا اللي بيدعمه وراه جماهير بالملايين على مستوى مصر وعلى مستوى الوطن العربي كله. نتمنى للامام الكل التوفيق. كنت اهلاوي اصيل، كنت من عشاق الرياضه المصريه. ادينا رايك في التعليقات، ما تنساش بلايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.